صباح الفل عليكم. الأستاذة رضوى الشربيني امبارح جايبة أحمد ومنى، قصدي أحمد وإيمان، اتنين مخطوبين علشان تحل لهم مشكلتهم على الهوا. مشكلتهم اللي انتهت بفسخ الخطوبة، ومعاهم أم أحمد، بس أم أحمد كانت على التليفون. أحمد وإيمان مخطوبين بقالهم فترة طويلة وبيحوشوا مع بعض فلوس علشان خاطر يشتروا شقة. جه أحمد قال لإيمان ماما خدت الفلوس صرفتها. إيمان قالت له خلاص ولا يهمك يا حبيبي، مفيش مشكلة خالص، مع إن الفلوس دي فلوسهم هما الاتنين. جه بعد كده قال لها يا إيمان ماما عايزانا نعيش احنا التلاتة مع بعض في شقة واحدة بعد الجواز. هنا إيمان قالت له لأ، أنا لازم يكون عندي مساحة خصوصية، ما ينفعش احنا التلاتة نبقى في شقة واحدة، أنا عايزة شقة لوحدي. هنا اتدخلت الأستاذة رضوى الشربيني اللي جايباهم عشان تحل لهم المشكلة، واتصلت بأم أحمد. قالت لها حضرتك نجيب لك شقة فوق، شقة تحت، شقة في أول الشارع، تكوني قريبة منه بأي طريقة، مش مهم تكوني معاه في نفس الشقة. قالت لها لأ، أحمد ده نور عيني، ما أقدرش أستغنى عنه أبدا. تمام. طبعا الأستاذ أحمد موقفه سلبي، قاعد بيسمع للأطراف كلها وما بيقولش أي حاجة. هنا البنت اتدخلت وقالت لهم خلاص أنا مش عايزة الخطوبة ديت، وقلعت الشبكة وقلعت الدبلة وسابتهم على الهوا. بعد شوية رجعت وأخدت الشبكة تاني وقالت له لما مامتك ترجع فلوس الشبكة الشقة اللي هي صرفتها أبقى أرجع لك فلوس الشبكة، أو أرجع لك الشبكة. والله كوين، برافو عليك يا إيمان. أحمد نسيبه لأم أحمد، معروفة يا إيمان يا حبيبتي. أحمد نعمل إيه؟ نسيبه لأم أحمد. الجيش نفسه ما خدوش من أمه، جاية أنت تاخديه؟ يعني ما ينفعش. يعني حضرتك جاي تفرض عليها سياسة الأمر الواقع. احنا خدنا الفلوس صرفناها ولازم تقعدي معانا في شقة واحدة. وبعدين يعني جايب كل دول يحلوا لك مشاكلك ليه؟ يعني حضرتك كبرت خلاص، ها؟ احنا اتفطمنا وبقينا كبار. يعني ايه نحل مشاكلنا بنفسنا، لكن مش ماما تقول لك صرفت الفلوس تمام، ماما تقول عايزين شقة نعيش فيها احنا التلاتة تمام، وجاي تقول لخطيبتك خلاص احنا نجيب شقة. يعني دي سياسة أمر واقع. يعني حضرتك لازم يكون لك موقف، يعني ولا انا غلطانه؟ وبعدين يا استاذه رضوى الشربيني، هو حضرتك خلاص مش لاقي حاجه تجيبيها؟ عندك فلس اعلامي؟ مفيش مواضيع مهمه تتكلمي عليها؟ في كام مشكله زي مشكله احمد ومنى، قصدي احمد وايمان، في كتير. هتجيبيهم كلهم بقى على الهوا عشان تحلوا لهم مشاكلهم اللي اصلا ما اتحلتش وانتهت بفسخ الخطوبه؟ ارحمونا بقى.